السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بريوات بورق التريد أو المسمن. غادي نعمروهم بالديك الرومي كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. إذا نبداو في المقادير على بركة الله. غادي نحتاجو إلى ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وملعقتين كبيرتين من عصير الحامض أو الليمون. غنحتاجو كذلك الى واحد الحبة ديال الثوم، وغادي نحتاجو الى نصف ملعقة من التحميرة او البابريكا، وغنحتاجو ربع ملعقة من الحار مطحون، وغنحتاجو نصف ملعقة من الابزار، ونصف ملعقة من القزبر حبوب يابس مطحون، ونصف ملعقة من بهارات الشاورما، نصف ملعقة من الكمون، ونصف ملعقة من الملح. غادي نحتاجو الى كمية متوسطة من صدر الديك الرومي اللي غسلناه وقطعناه كما كتشوفوا مربعات. اما بخصوص العطرية ديال الشاورما ان شاء الله غادي ندرجها لكم في فيديوهات لاحقة، ونعرفكم على المكونات اللي كتكون منها هاد بهارات الشاورما. اذا غادي نبداو في تتبيل قطع الديك الرومي. غادي نضيفوا ليه البزار، قزبر حبوب مطحون، الكمون، بهارات الشاورما، البابريكا او التحميرة، غادي نضيفو كذلك الحار ربع ملعقة، اللي ما عندوش الحار ممكن يضيف الهريسة، وغادي نزيدو عليهم الملحة، الثومه حكيناها حتى هي غادي نضيفوها. غنضيفو كذلك ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وغادي نعصرو الحامض ما يعادل ملعقتين كبيرتين. غادي نزيدو عليهم 2 معالق كبار ديال زيت المائدة، صافي. وغادي نخلطو الخليط ديالنا كامل مع بعضياتو حتى يتجانس كما هو موضح في الفيديو. صافي، من بعد غادي نغلفوه بالفيلم اليمونطير، وغادي ندخلوه للثلاجة مدة ديال 30 دقيقة على ما تشرب لينا ديك العناصر كاملة مع بعضياتها مع لحم الديك الرومي. ومن بعد ما دازت المدة ديال 30 دقيقة غنحتاجو 2 ديال البصلات، غنقشروهم وغنقطعوهم كما هو موضح في الفيديو. غنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال زيت المائدة. غادي نحطو المقلاة ديالنا على نار مهيلة، وغادي نضيفو ليها معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال زيت المائدة حتى كتذوب. صافي، وغادي نزيدو عليهم الكمية ديال صدر الديك الرومي، وغنضيفو ليهم 2 بصلات مشلضين مقطعين مربعات صغار كما كتشوفوا، وغادي نخليوهم حتى كيطلق فيهم الماء ديالهم، الماء د البصله، وكنبقاو نحركو حتى كينشف معانا الماء ديالها كما كتشوفوا. ها هو ناشف. ملي كينشف تماما كتعرفوا ان الخلطه ديالكم صافي راه وجدات، وصدر الديك الرومي حتى هو نضج، وكنخليوها جانبا. لتحضير الصلصه غادي نحتاجو 4 ملعقه ديال الملح، وربع ملعقه من الزعتر مطحون، 2 فرماجات مثلثين، 1 ياغورت طبيعي. غادي نسكبوه في اناء كما كتشوفوا، وغادي نضيفوا عليه الملح والزعتر، وغنزيدوا عليهم 2 فرماجات، وغادي نحركوهم غير بالملعقه حتى تمتزج العناصر كلها.
لتحضير ورقة التريد او المسمن غادي نحتاجو زلافة ونص ديال الدقيق الابيض ونص زلافة من دقيق الفينو. غادي نحتاجو كذلك الى ملعقة صغيرة من عسل النحل ونصف ملعقة من الملح. غنحتاجو كذلك الى كوب من الماء الدافئ باش غادي نجمعو العجين ديالنا. غادي ناخدو قصعة وغنحطو فيها الدقيق ديالنا والملحة ومعلقة ديال العسل كما كتشوفوا. صافي وغادي نجمعوهم بالماء الدافئ كمية مناسبة. وغادي نخلطوا العجين ديالنا حتى نحصلوا على عجينه متجانسه كما كتشوفوا، ما كتجيش رطبه بزاف ما كتجيش قاصحه، كتجي لينه هكا. خاص تكون عجينه المسمن. صافي غادي نخشيوها في وسط الميكا ونغطيوها ونخليوها ترتاح لمده ديال نص ساعه. من بعد كنقرصوها على شكل دويرات كما كتشوفوا. بعد ما زيتنا البلاطو زيتنا الكرات صافي غنغطيوهم، وفين ما نبغيو نستعملوا شي وحده غادي نهزوها كما كتشوفوا وغادي نبسطوها في القصعه حتى تولي رقيقه. كتشد الفورمه ديال القصريه. انا شديت بها العبار ديال الدوائر اللي صاوبت. كنتحصلوا على هذا الشكل كما كتشوفوا مورقه. صافي وغادي نهزو ورقه المسمن ديالنا وغنحطوها في ورق الطبخ بعد ما دهناه بالزيت، وكنعاودوا نرجعوا الفورمه اللي صاوبنا في القصريه كما كتشوفوا كتجي دائريه. كنعطيوها الخاطر شويه باش كيجيونا قد قد. صافي من بعد كنهزو ورق الطبخ وكنحطوه فوق من المقله بعد ما شعلنا عليها نار متوسطه وكتكون سخنات مزيان كما كتشوفوا. الطريقه راها موضحه في الفيديو. كنحيدوا ورق الطبخ ودغيا كتوجد معنا كما كتشوفوا كتولي صفرة، ما كتبقاش فيها ديك البيوضات العجين. صافي كنتاكدوا انها طابت وكنهزوها بالسكين باش ما نحرقوش يدينا وكنحطوها جانبا. من بعد ما كتبرد كنحيدوا هذيك اللي بردات كنحطوها مع الاخوات ديالها ونسرحوا هذيك اللي سخونه حتى كتبرد باش ما كيفزقش لينا. صافي كنستمروا بنفس العمليه وكنبداو نصاوبوا البريوات ديالنا كما كتشوفوا. كنشدوا الدائره كنطويوها على جوج وكنسرحوا صلصه الجبن كنبسطوها على كامل نصف دائره وكنهزوا شويه من الحشوه ديال الديك الرومي مع البصله كنحطوهم على شكل هرمي في الوسط. صافي وكنسدوا الجنبات ديالهم كما كتشوفوا على شكل مثلث كيجي على هذا الشكل. نسيت البنات ما وريت لكمش صلصه الجبن كيفاش جات. كما كتشوفوا دوك الحبيبات ديال الفرماج ما معستهمش مزيان كنخليهم باينين. بالنسبه اللي بغى يزيد جبنه الموتزاريلا معاهم فذلك ممكن. الورقه كتجي على هذا الشكل كي كتشوفوا شفافه ورطبه. كطوعكم ممكن طويوها كيف ما حبيتوا سواء مثلثات ولا باي صوره نتوما بغيتوا. صافي كنستمروا بنفس العمليه كما كتشوفوا.
الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا هو هذا. وعلى نار متوسطه غادي نستفوا البريوات ديالنا فوق من المقله، وغادي نطيبوهم من كلا الوجهين، من الفوق ومن التحت، حتى كيتحمروا كما كتشوفوا. كنستمروا بالعمليه نفسها حتى كنكملوا الكميه المتحصل عليها. بريوات بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا. بالنسبه للحشوه فهي دائما اختياريه، ممكن تعمروهم باللي حبيتوا وباللي متوفر في المطبخ ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الطياب ديال الفران فذلك متاح كذلك، ممكن يديروا فوق منهم شويه ديال الجبن المبشور ويدخلوهم الفرن حتى يتحمروا. كذلك بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياكلوهم مرفوقين بالصلصات، ممكن ياكلوا مع صلصه المايونيز او صلصه الكاتشاب، كل واحد وكيفاش كيبغي يتناول البريوات ديالو. اعزائي، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الضغط على زر اعجبني. ما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه وبالصحه والراحه.